هلا بنات، كيفكن؟ بتمنى تكون اليوم كتير مناح. مثل ما وعدتكم اليوم الفيديو السابق انه نحنا راح اليوم ننزل الخطوط العربية لبرنامج البيكسل لاب. تابعونا حتى يصلكم. اولا بدي اشكركم كتير 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 ل15 متابع، معا لندعم لإل 25 أو 20 متابع. بليز كتروا متابعيني بنشر فيديوهات أحسن. هلا رح نكمل، رح اترك لكم رابط الخطوط بالوصف. وهلا نحنا رح نشوف طريقة. نفتح، نضغط على المتصفح لانه انا مو جهزته للفيديو، فانا رح اضغط على المتصفح. لكن انتم لما تفتحوا الرابط تختاروا تنزيل، مو مضطرين تفتحوا من كروم المتصفح. هون هاي المخطوطة السابقة ايه ميديا فاير، وبنضغط على زر داونلود. انا كنت نزلته قبل كده بس قبل هيك، لهيك راح نزله مرة تانية كرمال عيونكم. لحد دلوقتي اسفة حبايبي لاني قطعت للفيديو. انا بحس بتطبيق مدير الملفات لقيته للخطوط. اسفة كتير لانه كنت راح اخد كتير من وقت للفيديو. اوكي، هلا بنفتح تطبيق مدير الملفات. هذا الكلام للاندرويد. تطبيق مدير الملفات، وبنختار المفضلة، وبنختار الداونلود. هو التطبيق راح يظهر عندكم بهذا الشكل 1492177706770. راح نختار هاي الأرقام 1492، الأولى مو الثانية. هيك بيجي رابط تصاميم نختاره. ما بنختار مخطوطات الحق، نختار خطوط عمار. لا توجد ملفات. راح نشوف، ما بعرف وين هن. تطبيق مدير الملفات، داونلود. بدنا نشوف اي هدول هن كتير خطوط، كتير كتير كتير. هيك خلي علامة الموزن. بنحدد نضغط على زر تحديد الكل. حددن كلن حدين. نضغط على زر النقل إلى. تم تحديد دول للنقل. نختار المفضلة أو وحدة التخزين، لا المفضلة، وبنختار داونلود، وبنختار ما بعرف وين ثانية لأني عم أبحث عن برنامج البيكسل لاب، ما عم لاقي. ما أعرف وين هو. نختار المفضلة، نشوف هيك وين بدنا نحطه. كتير أنا ما بعرف شو صاير بالتطبيقات. داونلود
وينهم؟ ما أعرف وينهن. كلهن هون يعني ما بيروحوا. إيه، من وحدة التخزين الداخلية. داتا فونس أو ما بعرف هي شو عندكم حتى ما نتلخبط. وبنختار انتو طبعا بتدوروا مثلي هيك، وبنختار كلمة البرنامج تطبيق البيكسل لاب. نختار هاي. نحنا بنشوف هيك عنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هون عنا 11 خط. نحنا بنضغط على كلمة لصق، ننتظر شوي. هيك 320 خط انتقلوا لبرنامج البيكسل لاب. بدنا نروح ونجرب وينه البرنامج. نمسح هاي وبنختار هيك مثلا علامة شفافة، بقصد علامة بيضاء، وبنختار أي نص. مثلا أنا راح اختار نص أندرويد أو راح اختار اسمي بريم. بدنا نكبر الخط شوي هيك، وبنختار اي لون نحنا بدنا اياه، اذا كان هاد او هاد، ما بعرف انتو شو بدكن، فانتو بتختاروا. اهم شي الخط. عنا كلمة خطوط هيك، عنا كم خط؟ نحنا عنا خطوط قليلة هون. نضغط على زر خطوطي هيك. هاي كل الخطوط يلي نحنا نزلناها اتحطت في مجلد خطوطي، ونحنا بنختار يلي بدنا اياه، وهيك الخط يتغير مثل هيك، ومثل ما قلت لكم بالفيديو السابق. هاد خط ابتسام، وخط السراب وين هو، وخط القلم كتير حلو. كتير من الخطوط حلوة وانتوا بتختاروا. بتمنى يعجبكم. اهم شي لا تنسوا بالفيديو السابق الدقة العالية، وحتى نبينا نعمل خط محيط، او اذا كان بدنا نص 3D مائل او منظور، ويا ريت يكون في ظل 3D مع ضبط الحجم. هيك خلصنا الفيديو الخاص بنا. بتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا الضغط على زر السبسكرايب، الاشتراك بالقناة، الضغط على زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.